السلام عليكم حبيباتي الزينات. عم بالي اللي طولت المره هذه مي الا غير بلي كونترول، وكي كملت راني رجعت باش نعود ننزل لكم كل يوم فيديو اذا قدرت ان شاء الله. اليوم كانت صايمه عندنا جداتي وماما، وبما ان جداتي حتفطر عندنا يعني فسرقناها من دار خالي جبناها عندنا. رايحه ندير لها زوج حوايج تحبهم هي، اللي هي مرقه حلوه والشوربه. جداتي تشتي هذو الحوايج وتموت عليهم وتاكلهم محسوب غير هما في الطابله، ما نحبش كيما تقولي الحوايج المفرمجه هذوك. لهذا خلينا نديرو مع بعضنا مرقه حلوه. اول حاجه شوفوا درت القرنفل في البصله والقرفه والدجاج، خليتهم يتقلاو مع بعضهم. الشوربه ديجا كنت درتها من قبل، ما صورتهاش باسكو راني مزروبه. ودرت ثاني حاجه واحده اخرى تتفور للتحليه، مش حنقول لكم عليها المره هذه، حنديرها معكم المره الجايه في الفيديو الجاي. وهذه هي راح نقلي كما قلت لكم البصله تاعي والدجاج والقرفه مع بعضهم بالزبده حتى يتقلاو لي مليح مليح، ومن بعد نزيد عليهم الكيلتين تاع الماء. شوفوا المرقه حلوه بالطريقه هذه، ما باش اسكو صحيحه اسكو غلط اسكو كامل نديرو كيما هك، مي انا درت هذاك النهار كيما هك وكل مره نديرها زي، ما عندهاش وصفه محدده بالنسبه لي انا. يعني مرقه حلوه كامل ولا طاجين حلو كما يسموه بعض الناس، كامل نديرو في رمضان وكامل نحبوه في رمضان، وكامل يقعد يدخل ويخرج يسعى على الفريجيدار وما يفضش في رمضان. ما كي طيبيه مره واحده يقعد ديما يدخل خارج على الفريجيدار، ما كامل نحبوه كيفاه ما يفضش سبحان الله. كما قلت لكم بعد ما تقلى لي الدجاج تاعي بيان، راح نزيد عليه كيلتين تاع ماء سخون. عمركم كنت نخدمو انا مزروبه وتلمو كنت مزروبه ما تولاتش بلي كاين مقاطع ما تصوروش من الفيديو، مي ما عجبتكم نقول لكم واش درت فيهم المقاطع اللي ما تصوروش. كنت نزرب باسكو كان ذن المغرب عليا والفطور مازال ما تحطش. جدتي صعيبه انايا، تشوفوا واش دير فيا، نتمسخر معاكم برك جدتي حنينه احنا منها ما كانش. المهم حبيباتي هنا بعد ما زدت الماء تاعي وخليتها تغيرت بالبيان، رايحه نزيد كيلو سكر، يعني درنا كيلتين ماء بكيلو سكر، تفكروا معايا مليح. المهم بعد ما نزيد السكر رايحه نحركو ونخلي السيرو تاعي يطيب لي يعني حتى يثقال. وبالنسبه للزبيب والمشماش وعين بقره رايحه نديرهم بالماء السخون نغسلهم. يعني من الاحسن انا غلطت ما درتش الزبيب تاعي في الماء السخون وخليته، مي عين بقره خليتها في الماء السخون. علاه خليتها في الماء السخون؟ باسكو كاينه نوعيات يكحلوا لي السيرو، فهمتوا كيفاه؟ وانا ما كنتش عبالي بالنوعيه هذيك تكحلي ولا ما تكحلش. هذه هي البنات المقطع اللي ما تصورش هنا اني نحيت البصله هذيك كي شفتها ذابت خلاها هكا طلقت روحها خلاها نحيتها. وزدت الزبيب تاعي اللي كنت كما قلت لكم غسلته بالماء السخون هو والمشماش. ثاني عين بقره ما تصورتش كي حطيتها في الاخر، بس حطيتها وكما قلت لكم كنت خليتها من قبل في الماء السخون، خليتها هي كما نقولوا نقعتها في الماء السخون وفي الاخر خلاها زدتها وخليتها حتى هي دخلت معاهم باش تشرب السيرو تاعنا. هذه هي مرقه حلوه سهله مهله، شفتوها مسهلها. ومن بعد بالنسبه للشبح الصفراء حتى هي نحطها في السيرو في الاخر برك. ثاني حاجه المملحات درت المره هذه بالسلق. شوفوا تحديت انا جداتي ربي يحفظها ان شاء الله، تحديتها قلت لها حنديرهم لك بالسلق، وهي ما تحبش السلق ياسر، واذا ما كليتيهمش نعطيك واش تحبي باسكو على بالي تلمو بنان حتى كلهم ما تحسش خلاف طعم السلق. انا السلق مثلا نحيه ورقه بورقه ونغسل ورقه بورقه، مي شفت الطريقه هذه في تيك توك وعجبتني قلت بوكو با ما نديرهاش، والحق ساعدتني خير من نقعد نحي بالورقه وندير. المهم حتقصوه كيما هكا وتغسلوه بالمليح بالماء والخل كالعاده، يعني مش لازم نقول لكم بلي انا نغسل كلش بالخل. ومن بعد تقطعوه وتخلوه، سهله مهله. هو لحتى اليوم ما كنتش على بالي واش كنت حنسميها، مي هي سمتها لنا بوراك تاع الفور بالسلق. شوفوا تبعوه وديروه سواء في رمضان سواء اليومات هذوك راكم تصوموا صح بنا صح بنا. بعد ما غسلت السلق تاعنا خليته يستقطر، رحت رحيت نص صدر تاع الدجاج وبصل وفوحيه كيما بغيتي نتيا، ماشي حنتفلسف عليكم في الفاح، مي انا ندير كيما ديما نقول لكم، ندير الثوم بودره بصل بودره اذا كانت كاينه، راس الحانوت، فاح تاع الدجاج والملح والزيت والفلفل الاحمر والفلفل الحار احمر حار، هذا هما. والله صح البنات المملحه هذه ثمثم توجد، ما تديش ياسر الوقت، وزيد بنينه 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 بنينه،
ولا الناس ما تحبش السلق ولا ما تاكلوش مالغري فيه فوائد ياسر، كلحوهم بالوصفة هذه دوك ياكلوه لكم وما يحسوش كامل بالطعم تاعو. سينو خلينا نقولوا مع بعضنا باش ما نساوش: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني راني نحاول في كل فيديو باش ندو اجر مع بعضنا وش في حسنات مع بعضنا. وكما الفيديو اللي فات نسيت المره هذه قلت نديرها في النص باش ما ننساش، وربي يكتب لي وليكم ان شاء الله الاجر. سينو بغيت نخلي كلمه واحده اخرى ثاني للبنات اللي راهي تعيا في رمضان ولا تعيا في الماكله، يعني في الطياب في اليامات هذو كي دارهم يصوموا ولا حاجه. بغيت نقول لك حاجه اللي ديما انا نقولها كي ما نصومش وماما تصوم ولا دارنا يصوموا، نقول لهم حتى لو ما صمتش ان شاء الله ربي يكتب لي اجر اني افطرت صائم. بالعكس ماذا بيا انا نطيب الفطور هما صايمين باش انا ندي اجرهم، يعني تدي اجر معاهم، هما يصوموا يدوا اجر انت تدي اجر كي راكي طيبينهم في الفطور. لهذا ما كله تأفي وتقولي تعبت منه من هيه، نو بالعكس راكي تدي معاهم في اجر، من خلي الاجر يوصلك كامل، وعلاه كي تأفي وديري في المشكل. رايحه نقلي الدجاج تاعي مليح، ومن بعد دوك تشوفوا واش نديرلو باش ما يجينيش ناشف. كيما قلت لكم في الاول احنا جداتي ما تحبش هذيك الحاجه اللي تكون تسيح ياسر بالفرماج، وما تحبش الحاجه الناشفه، لهذا حاولت ندير الحشو تاعي قد ما هذاك اللي يسيح ياسر ما هذاك اللي ناشف، باش بعد ما تقوليش هذا يسيح ياسر هذا مفرمج ياسر ما نحبوش انا، باش تاكلوا بالسيف عليها. بعد ما طاب الدجاج تاعي رايحه نزيدلو شويه برك من الكريمه السائله. انا نستخدم هذه القرعه تاع فونديليس، نستخدمها في الحوايج المالحه والحوايج الحلوه الحق، يعني باش ما تخليليش الدجاج تاعي يجي ناشف. فهمتوا كيفاه؟ هذه هي. والدجاج تاعي يكون طاب راح نحطو في جهه في صحنه واحده اخرى، وفي نفس المقله رايحه نطيب السلق اللي يكون زدتلو راس الحانوت، الثوم، فلفل احمر حلو ومالح، حلو وحار، وشويه برك ملح شويه باسكو السلق في حد ذاته مالح. فهمتوا كيفاه؟ لهذا ما تكثروش الملح، ردوا بالكم تكثروا الملح، يعني حندير شويه برك باش ما يجينيش صامت ولا ماصط هكاك برك. وشوفوا اذا كان عندكم الثوم حب زيدوا ربوه عليه باسكو السلق يحب الثوم من الاخر. انا كان عندي غير بودره برك درته، ونخليه يطيب وحده وحده. راح يطيب فيه ماء بعد او يبان لكم برك ياسر مي اذا بعد يطلق الماء تاعو ويطيب فيه هو شويه. المقطع عندنا حالي مي كنت بعد ما طاب السلق زدت له الدجاج تاعي هذاك اللي طيبته في الاول، وزدت الفرماج، وهذا هو الحشو تاعنا واجد. شتو واش ساهل وبنين، يعني وش نقول لكم جربوها باش تعرفوا صح بلي وبنين. ومن جهه واحده اخرى رايحه ندير واحد الخليط مش حنقول لكم تاع واه مي بعد ما نديرو تشوفوا الواه نستخدموه. رايحه نجيب زوز بيض مع كيلة غير ربع زيت، كيلة حليب، ومغرف كبيرة زبدة ذايبة. انا كيلت بهذا الكيسان تاع التاي، انتي دبر راسك، مي من الاحسن كيلي بحاجه صغيره برك، ونخلطوهم مع بعضهم حتى يتجانسوا. يعني دوك الحشو تاعنا راه واجد، الخليط اللي درناه تاع البيض والحليب والزيت والزبده راه واجد، انا كنت درته في حاجه اكبر شويه برك. هذيك اللي من فوق راهي غير الزبده برك، كانت بردت ما تخموش. رايحه نجيب لافات فيلو تاعي، ديروا اي نوعيه اي ماركه اللي متواجده عندكم، اللي متواجده في الحوانت اللي حداكم جيبوها وارواحوا. دوك نوريكم كيفاش ديروا بها. رايحه ندي منها غير 2 ورقات برك، كل مره نخدم ب2 ورقات. راكم تشوفوا في الحجم تاعي فض. يعني قلت لكم كاين مقاطع تصوروا وتنحى ولا غالب، ولا تليفون ما كانش يصور والله ما على بالي. المهم الحمد لله كي لقيت مقطع، الحمد لله يا ربي كي لقيت مقطع راني مليحه. المهم كيما قلت لكم راح ندي 2 ورقات، الباقي عاودوا اغلقوها ما تخلوهاش مفتوحه باش ما تنشف لكمش. جيبوا الورقه الاولى ودهنوها بالخليط هذاك اللي درناه، ادهنوها كامله، حاولوا ما تخلوا فيها حتى بلاصه، ديروها كامله، ومن بعد نحطوا الورقه دوزيام فوقها. فهمتوني؟ والله تالمو كنت نصور مشغشبه ما تولات بلي تليفون ما كانش يصور ولا مقاطع راحوا، حتى جيت ندير دوكا المونتاج تولات بلي ما كانش الجزء من هي ماهوش يبان تاع الطابله قد ما نباليش الله غالب.
فوتوها برك المره دي. كما قلت لكم اني درت الورقه الدوزيام، وحنزيد بنفس الخليط نزيد ندهنها. ميم هي دهنت معناها درت الورقه الاولى دهنتها، زدت الورقه الدوزيام زدت دهنتها، ومن بعد نجيب الحشو تاعي نديرو بشكل عمودي وندوروها برك. هذه هي. ورايحه تقطع لكم الورقه، ما تخموش كي تبداو تدوروا حتى تقطع لكم، بصح كي حدوروها هكذا من دوره مش حتبان ومش حيخرج لكم الحشو تاعكم. انا عباكم بلي لحقت على هذه اخر دقيقه، يعني اخر واحده صح، كانت اخر واحده كما نقولوا اخر واحده حنا نروليها يعني. طلعت بلي تليفون ما كانش يصور. يا قال لي عاودت، رجعت ما لقيتش. قلت جاب ربي قبل ما يفضل الحشو، قبل ما نفضل نكمل خدمتي، تولات بلي تليفون ما كانش يصور. مي معليش، لعله خير. للناس اللي يحبوا يشخشخوها اكثر تقدروا ديروا فرماج رابي هكا، بعد ما ديروا الحشو ديروا فوقه فرماج رابي وترولو نورمال عادي. كما قلت لكم انا ما بغيتش نكثر ياسر. وحبيت برك نقول لكم حاجه، باللي الاجداد والجدات صح نعمه كي ربي كتب لنا نعيشوا معاهم ايام ولا ذكريات، نعمه من عند ربي سبحانه. باسكو كما نقول لك حنان يمشي على الارض. صح يعني استغلوا كل دقيقه معاهم وكل فرصه باش تقعدوا معاهم وتقصروا معاهم وديروا ذكريات جميله معاهم، باسكو ما تعرفوش على الدنيا. ويعني لحظاتكم مع اجدادكم ولا مع جداتكم ما تعوضش. صح. والله انا بالنسبه لي كي جي عندنا جداتي ولا انا نروح عندها ونقعد نقصر معاها وتقعد تحكي لي على بكري ونقعدوا نبدلوا في الهضره، يعني احسن الاوقات. انا الحمد لله خليت ذكريات مع جداتي ام بابا ربي يرحمها، ومع جداتي ام ماما ربي يحفظها ان شاء الله. كيما مع جداتي ام ماما درت انا وياها مرة كيف رحنا لتونس مع بعضنا كيف يعني فوتنا دي مومو هكا بيان مع بعضنا. وهذه هي بغيت نصيحه يعني مديها لكم. حبيباتي المملحة تاعنا نعاودو ندهنوهم بنفس الخليط من الفوق ونعاودو نديرو لهم صفر البيض ثاني من الفوق كيف ما بغيت نرش عليهم والو. انا رايحه ندخلهم يطيبوا من تحت ونزيد لهم من الفوق، وهذه هي يدو لون ذهبي ونتلاقاو في صحون تقديم. وهكا كانت النتيجه النهائيه تاعنا. الشوربه واجده، السلطه درناها، ماما كانت دات الكسره، المملحه تاعنا جاو مرقين خفاف بنان. وش نقول لكم صح بنا. عم بالكم باللي كملت في هذيك الدقيقه. الماء حلوه تاني سي بون. الشباح الصفراء والتفاح هذاك اللي في النص وكلش كان عندنا من قبل، كنت كملت المره هذه وقلت باش نبدا نوجد معاكم لرمضان 2026 ان شاء الله، يعني في تجهيزات تاع رمضان وندير لكم الشباح الصفراء وندير لكم كلش. اليوم الجايه ان شاء الله نحطها لكم. وهذه هي. وكل عاده نقول لكم شهيدكم في الجنه ان شاء الله، واللي صايمين تقبل الله صيامكم. وخلوا لي آراءكم الجميلة في التعليقات، راح نقراهم كامل. وإن شاء الله إذا قدرت مادام كملت لي كنترول كملت الضغط شوية راح نحاول ننزل كل يوم فيديو إن شاء الله إذا قدرت. وهذه هي. خلوا لي تعليقاتكم وجماعتكم والسلام عليكم.